السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بغيت نشارك معكم هاد المعلكة اللي كتجي رائعة، معلكة بدون دقيق أو زيت أو زبدة. كتجي خطيرة، كتجي لذيذة بزاف وبمكونات اللي سهلة. غادي تنسيكم في كاع الغريبات اللي كتحضروا. هاد المعلكة هادي اللي داقها عندكم غادي يسولكم على المقادير، كتجي رائعة لذيذة، ما تقنعوش منها. فغير جربوها وردوا عليا الخبر لانها كتستحق التجربة. باش ما نطولش عليكم، بسم الله على بركة الله، ندوزو المقادير والطريقة. هنا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون بدون قشرة. دخلته للفران وحمرته غير شويه، يعني يلاه بدا كيجي فيه اللون. فهنا كانت الاضاءه ناقصه لاني كنت حمرته في الليل. من بعد غادي نطحنوا الطحنه الاولى في الهاشوار بهذا الشكل هذا. غنطحنوا الطحنه الاولى، من بعد ما كنطحنوا بحال هكا غنضيف ليه هنايا عندي كاس ديال سكر سنيده. غادي نضيفو بهذا الشكل هذا ما يعادل 150 غرام. غادي نضيفو، غادي نطحنو جيدا حتى تيرجع عندي معلك بهذه الطريقه، يعني عقده. وصافي هنايا مباشره غادي ندوزو المقادير. فغادي نحتاج كيف قلت لكم هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي طحنا وعلكناه مزيان مع سكر سنيده. وغادي نحتاج كذلك هنايا واحد الفاني بنكهة زهرة البرتقال. تقدروا تعوضوها بالفاني العادي، ولكن صدقوني الا جربتوها بهاد الفاني غتجي زوينه، كتجي رائعه، واحد المذاق خطير. غنحتاج خماره بوزن 8 غرام. غنحتاج لواحد القبصه الملح وجوج معالق كبار من الكونفيتير الخاص بالحلويات، جوج معالق كبار كذلك من ماء الزهر. وغادي نحتاج هنايا عندي 3 ديال البيضات وبياض، يعني جوج بيضات وصفرت البيضه. وبياض بيضه غنحتفظ به على جنب، يعني غنديروا جوج بيضات وصفرت بيضه وحده. دابا بسم الله على بركه الله ناخذ داك الكاوكاو وغادي نضيف عليه هنايا. من بعد ما كنحلو وكنضيف عليه قبصه ديال الملح، غنضيف عليه الفاني، وغادي نضيف كذلك حتى الخماره. وغادي نحاول انني ندمج هاد المكونات جيدا. عاد غادي نضيف الكونفيتير، وعاد باش نضيف ماء الزهر ونضيف البيض ونخلط جيدا. هاد الحلوى هذه راها ساهله مهله غريبه، كتجينا معلكه وساهله مهله نحضروها حتى لصباح العيد وعاد نوجدوها، ولا نوجدوها في المناسبات وفي الاعياد ديالنا. فراها كتحضر بسرعه، ويعني بسرعه كتوجد. هنا كنبقى كنخدم الخليط ضروري ما كيكون، يعني القوام ديالو جاري بهذا الشكل هذا. ضروري غنغطيها واحد نص ساعه حتى كتعقد ليا وكتشرب. هنا من بعد ما تشربات وكتصبح عندي كتجمع بهذا الشكل هذا. راكم شفتوا في الاول الخليط كيف كان، ومن بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعه كيتجمع. نحتاج لداك بياض بيضاء، وغادي نحتاج الكاوكاو، رقائق الكاوكاو او لا رقائق الفول السوداني. تقدروا تعوضوه برقائق اللوز او لا تعوضوه باللوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي. غادي ناخذ الحلوه ديالي كنشكلها على شكل غريبه وكنفندها في بياض البيض، ومن بعد كنفندها في رقائق الكاوكاو وكنثبت عليها مزيان دوك رقائق الكاوكاو بهذا الشكل هذا. انا كتعجبني تكون عامره لانها في بحره فاش يعني كطيب لينا كيجي داك الكاوكاو باين، رقائق الكاوكاو باينين فيها. كنحط في لاطه اللي كيكون مفرش لها ورق الطبخ وصافي كنستعمر بهذا الشكل هذا. والحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتوها كبيره او لا صغيره. فانا درتها بحجم هو هذاك، يعني ديال الغريبه اللي كيجي الحجم ديالها زوين وكتجي رائعه. بغيتو تصغروها على داك الحجم فكتصغروها. بالنسبه للقياس ديال الكويرات انا درتهم عيني ميزاني، ولكن عبرت الاولى فراه كان ندير فيها يعني ما بين 14 و 15. وانتم يا ديروا يعني الحجم اللي بغيتو. الا بغيتوها صغيره فديروا الحجم ما بين 12 و 11. بغيتوها كبر من هذيك يعني انا درتها هي هذيك الحجم ديالها هو هذاك. صافي كيف قلت لكم كنبقى كنشكل وكنفند في بياض البيض وكنصفي من بياض البيض. وصافي كندير في رقائق الكاوكاو يعني نثبت عليها رقائق الكاوكاو. كنحاول انني نعاود نقاد ليها الحجم ديالها ديال الغريبه بهذا الشكل هذا. صراحة ساهلة مهلة، تحضروها في يعني في حتى لآخر لحظة وتنوضوا توجدوها
وراه صدقوني اللي داق عندكم راه واخا نشكر حتى نعيا حتى تجربوها وعاد تردوا عليا الخبر. صافي هنايا غنستمر بهذا الشكل هذا حتى غنكمل الكميه كلها اللي عندي بهذه الطريقه هذه. هانتوما صافي هنايا من بعد ما عمرت اللاطه الاولى، فانا باقا كنشكل ولكن عمرت اللاطه الاولى، الفران عندي كيسخن لاعلى درجه، كنديرو على عافيه مهيله، كندخلها من الفوق حتى تحمر ليا من الاسفل، عاد كنهبطها تحمر ليا من الاعلى. فردو مع البره بسرعه كطيب والعافيه تكون مهيله بزاف، يعني غير كتنفخ لينا وكطيب لينا من التحت. صافي كنهبطوها تاخد داك اللون يعني مذهب من الفوق وكنخرجوها. هنا مباشره بعد ما طيبتها وخرجتها من الفران وهي سخونه غادي ندهنها بالكونفيتير الخاص بالحلويات من الفوق، واللي ما عندوش الكونفيتير تقدروا تعوضوه بالناباج. صافي هنايا كنبقى كندهن الحليوات ديالي اولا الغريبه ديالي بهذا الشكل هذا. شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيف كيجي، يعني حتى الحجم كيجي هو هذاك. صافي كندهنها، وضروري انكم ما تخليوهاش تبرد، ضروري تدهنوها وهي سخونه باش كيتشمع من فوقها داك الكونفيتير، وكعما كيزيد يعطي ديك التعليكه الرائعه. المهم الا ما كانش عندكم الكونفيتير كيف قلت لكم عوضوها الا ما كانش عندكم المربى عوضوها بهذا بالناباج، حتى هو كيعطي واحد اللمعه زوينه بزاف. المهم صافي حتى تنكمل ونتلاقاو في طبق التقديم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا اولا المعلكه ديال الكاوكاو بدون دقيق او زبده او زيت، كتجي خطيره في المذاق، رائعه. تحضروها حتى لاخر لحظه وتنوضوا توجدوها للضيوف ديالكم، او لا تحضروها في الاعياد وفي المناسبات. كتجي في يعني في البلاطو ديال الحلوى كتجي راقيه وكتجي رائعه، كتجي معلكه هشيشه كتذوب في الفم. فجربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساوش تدعموني باللايكات وبالتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام. ولاول مره غتزور قناتي كنتمنى تشترك معايا وتبارطاجي الفيديو مع الاهل ديالها والاصدقاء ديالها في مواقع التواصل الاجتماعيه. هانتوما غنقسم معكم باش تشوفوا التعليكه ديالها كيفاش كتجي من الوسط. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش كتجي معلكه وخطيره حتى في المذاق. هنا وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، تسناو باقي الجديد في الحلويات غادي نشاركهم معكم.